السلام عليكم. عايزك تدعو ربنا دايما وانت بتقول كده: انا واثق يا رب انك هتعمل لي كذا، انا واثق يا رب انك هتستجيب. ادعي يا عم وانت طماع. فلان كان ساجد جنبه واحد فسمعه بيقول لربنا وهو ساجد: اللهم اجعلني اغنى اغنياء الارض والسماء في الدنيا والاخره. يا ابن الذين الطمع، اغنى اغنياء السماء والارض في الدنيا والاخره. ده مش طماع، ده ما الا بس مشي بخطوات ونفذ كلام ربنا جل وعلا. وقال ربكم ادعوني استجب. ادعي باي شيء استجب لكم، ادعي باي شيء. المهم ان انت تدعي في الخير، مش تدعي على فلان وتقول يا رب انا ما استجابش ليه، ده انا بقول يا رب فلان يبتلى مش عارف بايه، يا رب فلان يبقى فقير. لا، في الشر لا، ربنا يستجب في الخير والصلاح ليك. تمام. اي نعم، ربنا ممكن يأخر الدعوة علشان عايز الخير ليك، يعني بيجرس عليك شوية، استحمل الجرصة دي عشان ربنا عايز لك الخير، عايز لك الأحسن، وانت مش عارف ايه الأحسن بالنسبة لك. يعني لو ربنا كشف الحجاب عن أعيننا يعني كنا هنتمنى نقول لا يا رب خلاص احنا عايزين ان انت كنت مقسم ولينا صح، كلامك صح يا رب، حكمتك صح يا رب، هنعترف ونقر. فخليك معترف ومقر بفضل الله عليك، وإن كان ربنا بيأخر عليك هذا الدعاء أو استجابة الدعاء بتاعك فعشان ربنا يريد لك الخير. والله أنا في الفيديو ده بالنسبة لي أنا مش عايز إلا أدعو دعوة واحدة بس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي الدعوة دي يا ريت كل يقولها في السجود: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هي دي طرفة عين، لمحة عين، ان ربنا ما يسيبكش حتى ولو لمحة بصر كده. دي حاجة كبيرة ونعمة عظيمة جدا. مش هسيبك لا في خير ولا في شر، لا في صحيانك ولا في نومتك ولا في اي محل في الدنيا، هتلاقي ربنا معاك. بس انت اكثر من الدعوة دي وخليك على يقين واخلاص ان ربنا يستجب ايه دعائك. السلام عليكم.